يا عم خش استحمى. خش استحمى، انا عارف والله. انا عارف، خش استحمى. آه. غير البوكسر، غير الشورت او البنطلون، فاهم؟ صلي كده ركعتين، ايه، شكر لله، وتعالى اتفرج. يعني لو انت لسه ما دخلتش عملت كده، لا انا بقول لك الاولى خش استحمى عادي. انا يا عم انا استحميت. انا قبل ما اصور خلاص دخلت. اصل مصر كلها سربت بلا استثناء. انا عارف انا بقول لك ايه. انا عارف انا بقول لك ايه. طب انا اقول لك حاجه. انا سمعت صوت من قهوه تحت البيت عندي. فاهم؟ يعني سمعت صوت دي، والله العظيم اقسم بالله سمعتها بعد جون ايران التاني اللي اتلغى ده. فاهم؟ فاللي هو انا بتفرج، يعني الناس دي انا متاكد ان كلهم كل اللي كانوا قاعدين في القهوه اللي تحت بيتي كلهم سربوا. ما تقنعنيش ان انت مع، يعني ما تقنعنيش. انا اقسم بالله عشت حاله رعب رغم ان انا صاعد. ما احنا كده كده صاعدين، بس انت صاعد هتقابل بقى فرنسا وهتقابل سويسرا وهتقابل، يعني اسماء كده انا ما لا اتمنى ان انا اقابلها. لا اتمنى، ولا انت لا تتمنى، ولا اي حد في الدنيا. احنا كنا هنموت ونطلع اول عشان خاطر الطريق بتاع الاول كان هيبقى سهل نسبيا. تلعب بقى كوريا الجنوبيه، وبعد كده ماتشات في المتناول. لكن انت اتحطيت في جنب ما يعلم بيه الا ربنا. هتعدي من استراليا ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. هتعدي من استراليا. معلش انا هدخل بس موضوعين في بعض، بس قبل ما انسى. هو انت شفت احنا وصلنا لايه؟ يعني انت مقتنع احنا وصلنا لايه؟ احنا وصلنا لدرجه ان احنا بقينا بنتنك احنا هنلاعب مين. انا عايز اصعد اول عشان الاعب كوريا الجنوبيه، والطريق بتاعها اسهل. بس لا، استراليا لو صعدت تاني اسهل، بس بعد استراليا الطريق اصعب. في الارجنتين، وفي بعد كده البرازيل، ده يعني لو. وطب لو صعدت تالت، لا لو صعدت تالت انا ممكن اقع في فرنسا. فاللي هو انت فاهم؟ يعني احنا وصلنا لمرحله ايه من التناكه. احنا ما كناش احنا كان طموحنا ان احنا نوصل كاس عالم. لا ده احنا بقى الطمع، فاهم؟ يعني الطمع خدنا، وبقينا عايزين نصعد ونشوف هنلاعب مين بمزاجنا بقى. لا اصعد يا عم اول، ولا يا عم الحمد لله. الحمد لله. انت فاهم احنا فين؟ انت مستوعب احنا دلوقتي فين؟ احنا في حته حلوه قوي. والله العظيم في حته حلوه قوي. يعني انت دور 32 هتلاعب في استراليا. طب عديت من استراليا ان شاء الله يعني. خلاص عديت من استراليا وكسبتها. هجيلك بقى. هجيلك. وانت عارف اخر مره لعبت قصاد المصريين حصل فيك ايه؟ اخر مره لعبت قصاد مروان عطيه حصل فيك ايه؟ انت عارف. انت عارف. والناس كلها عارفه، والناس كلها اتفرجت. ده مش من بعيد، ده لسه كان من 6 7 شهور كده. كان من ايه 6 7 شهور. فاكر لما مروان عطيه عمل عليك ماتش للتاريخ؟ لما خلاك كده تلف حوالين نفسك. يا ديورتي الكلب. يا ديورتي الكلب. هتقولي مين ديورتي؟ اقول لك ديورتي ده هو صانع العاب منتخب كاب فيردي. شهر 11 15 11 تحديدا مصر لعبت كاب فيردي ماتش، خلص 1-1 باين او 2-1 لمصر. مروان عطيه الماتش ده عمل حته ماتش على صانع الالعاب بتاع كاب فيردي، اللي هو ديورتي ده ولا دوريتي، اسمه كده يعني. فلما تعدي من استراليا وتلعب بقى كاب فيردي، لا انت ليك سابقه معاهم. ليك سابقه معاهم. الواد ديورتي ده يعني من اللي مروان عطيه عملوا فيه الماتش ده، انا متاكد ان هو كان بينام بيحلم بيه. يعني انا بقول لك ديورتي ده مشكلته دلوقتي، هو مشكلته دلوقتي اصلا مش في ان هو هيلاعب الارجنتين. هو مشكلته في ان هو بعد ما يعدي من الارجنتين هيقابل مين؟ هيقابل مصر، وهيقابل مروان عطيه اللي علم عليه في شهر 11 لما منتخب مصر كان بيلعب كاب فيردي. فخد بالك بقى.
خد بالك عشان المره دي موت. يعني المره دي لو اللي فاتت كانت علقه، فالمره دي موت. المره دي موت. هنكسب استراليا ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله هنكسب استراليا. استراليا يعني بالمناسبه استراليا اسهل من كوريا الجنوبيه. الفكره بقى فيما بعد استراليا والمواجهه بتاعت مروان عطيه وديورتي دي، هي دي اللي هتبقى رخمه. بس عادي، مروان عطيه عملها قبل كده، قادر ان هو يعملها تاني. خلينا بقى نخش في الايه، في السياق. نخش في السياق على طول. الا وهو ماتش مصر وايران. انا في حياتي شوف، في حياتي لم ارى منتخب قدر يكسب كل الالتحامات دي من منتخب مصر، وقدر ياخد كل السكند بول دي من منتخب مصر. انت عارف الشوط الاول بس لعيبه ايران واخده كام سكند بول؟ واخده 10 او 11، لما كان نص ملعبك مهند لاشين ومحمود صابر. طيب الشوط الثاني لما مروان عطيه نزل، اختلاف 180 درجه. اختلاف 180 درجه في الاستحواذ وفي السيطره وفي الافساد الهجمات المرتدات. بص، اختلاف 180 درجه في كل حاجه، مش تقليلا من محمود صابر ولا من مجهوده، بل بالعكس. بس دور مروان عطيه في نص الملعب مفيش اي لعيب في مصر هيقدر ان هو يعمله حاليا. محمود صابر لاعب هجومي، فمش هتاخد منه اللي مروان عطيه قدمه لك لما نزل الشوط الثاني. بس انا بتكلم على قوه الالتحامات. لا، هي لعيبه ايران انا ما شفتش في حياتي بجد منتخب لعبته كلها بلا استثناء ال 11 لعيب بيلتحموا الالتحامات دي. الالتحامات واحد بايع نفسه، والله العظيم بايع نفسه. لعيبه لابسه حزام ناسف وداخله بقى، فاهم؟ الله اكبر، انا مش بايع على حاجه في الدنيا. لعيبه ايران كلها كانت كده. يعني ان انت تخرج من الماتش ده باصابتين او 3، لان انا ما اعرفش ياسر ابراهيم وقع في اخر دقيقه في الماتش، ما اعرفش بصراحه هل هو كان بيحاول يكسب وقت ولا هو اتصاب فعلا. بس الاكيد ان فتوح وصلاح اتصابوا، فهي جت في 2 لعيبه هنجيلهم. بس هو الحمد لله ان انت طلعت من الماتش ده بكده بس. والحكم اسوأ من ما يكون، لان هو لو حجم لعيبه ايران دي من اول التحام او من اول التحامين، احنا ما كناش شفنا كميه الالتحامات العنيفه دي. حتى مع مصطفى شوبير، حتى كانوا بيطلعوا يلتحموا مع مصطفى شوبير. الواد مهدي تريمي ده ايه ده يالا؟ ده ايه يالا فحل انت ده؟ ما تشوفوا لنا يا جدعان الواد ده، ما تشوف لنا خطيب الواد ده، ما تشوفوا لنا يا جماعه الواد ده بيلعب في اولمبياكوس عادي، تعرف تخلصه. ايه ده؟ وحش. عمرو زكي، انت بالع عمرو زكي. يعني مش هقول لك بقى عمرو زكي، لا انت بالع عمرو زكي. انت واكل عمرو زكي قبل ما تلعب الماتش ده. ايه ده؟ فحل يعني، الله اكبر. ما يقدر على القدره الا ربنا. بس تعالى بقى نتكلم على اول 10 دقايق. انا بقى في كيمياء كده، في كيمياء عجباني قوي ما بين صلاح وزيكو. طيب الكيمياء اللي ما بين صلاح وزيكو دي، زيكو من غيرها هو لا شيء. طيب زيكو برضو، كنت قاعد مع صحابي النهارده قلت لهم زيكو بعد الماتش اللي فات طلع بتصريح كده، قال انا احسن لعيب في مصر بيلعب جوه منطقه الجزاء. اول ما شفت التصريح ده اقسمت بالله ان زيكو مش هيسجل جول تاني في البطوله. وانا بقول لك من مكاني ده ومن على الكرسي ده، ماتش ايران عدى اهو، وماتش استراليا جاي، وزيكو كده كده هيلعبه خلاص. هو بالنسبه لحسام حسن بقى فرد اساسي يعني في المنتخب. بس انا بقول لك زيكو مش هيسجل تاني في اي ماتش. ليه؟ بسبب تصريح ملوش اي 30 لازمه. بجد تصريح ساذج جدا، اسف يعني، بس تصريح ساذج جدا. انت دلوقتي الاضواء كلها عليك، العيون كلها عليك، مصر كلها بتتكلم عنك. سمعت ان في عرض من فريق من ال3 فرق الصاعده في البريمير ليج وانت عندك 29 سنه، فدي حاجه مش سهله. فالدنيا جميله، الدنيا جميله، واخد تقديرك، واخد الناس بتتكلم عنك. يعني الناس بتتكلم عنك كويس، الاعلام بيتكلم عنك كويس، المدرب بتاعك بيتكلم عنك كويس، كل الناس هي يعني الناس مدياك حقك
والزياده، فليه تطلع بتصريح زي ده؟ ليه؟ طيب الجول هو زيكو ليه عامل كبير قوي فيه. مبدئيا تعليقه رامي ربيعه اللي بيعملها من ايام ما كان بيلعب نص ملعب في الاهلي قبل ما يسافر يروح يحترف في سبورتنج لشبونه، هي نفس التعليقه اللي رامي ربيعه متميز بيها. عالمي. زيكو اتصرف فيها زي الكتاب ما قال وريحها لصلاح بصدره. كل ده جميل وكل ده حلو، صلاح شاطها عملت الريباوند جت لمحمود صابر، الجول الاول جه وعظمه، وبص جمله جميله وجول حلو قوي 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 قوي، وتواجد محمود صابر في المنطقه في الوقت ده يحسب له ويحسب لحسام حسن اللي بدأ بيه. فكل ده جميل قوي قوي قوي. انا بقى يعني مش هلوم على حسام حسن على اختياره لمحمد عبد المنعم، اتفهمه قوي، اتفهم قوي 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 هو ليه بدأ بمحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم شئت ام ابيت هو اعلى مدافع واحسن مدافع في مصر، مش بفارق عادي، هو بفارق كبير قوي 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 عن اللي بعديه. فلما انت خلاص لعبت ماتش بلجيكا وتعادلت، ولعبت ماتش نيوزيلندا وكسبت، وضمنت ان انت تصعد لدور ال 32، فماتش ايران ده بالنسبه لك ما هو الا هيحدد لك طريقك في البطوله. حاجه مهمه، طبعا حاجه مهمه، بس الاهم منه ان انا اكسب من الماتش ده لعيب تاني زي محمد عبد المنعم، ان انا ارجع له ثقته في نفسه، وان انا اديله، وان انا اخليه يلعب ماتش زي ده. فدي حاجه انا اتفهمها قوي من حسام حسن. هتيجي تقول لي اهو لبسك ضربه جزاء واتصاب وخرج وخسرت تبديل، وبسبب ان انت خسرت تبديل اضطراري في عبد المنعم فانت لعبت اخر الماتش كانك ناقص لعيب لان فتوح. السيناريو ده كله ما كانش هيحصل لو ما كانش محمد عبد المنعم غلط الغلطه البسيطه دي او اتصاب الاصابه دي. طيب هنفترض ان السيناريو كان مشي في الاتجاه اللي حسام حسن عايزه، ومحمد عبد المنعم على الاقل عمل 60 دقيقه محترمه جدا، وبعد كده قام سحبه وطلعه عشان يحافظ عليه. انت ما كنتش هتكسب لعيب جامد قوي وهيفرق معاك قوي 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 في الماتش الجاي. طب لو عديت من ماتش استراليا باذن الله ولعبت الارجنتين، مش هيفرق معاك قوي وجود لعيب زي ده؟ لا كان هيفرق معاك، كان هيفرق معاك 100%، ما تنكرش ده. فانا متفهم قوي هو ليه عمل كده وليه بدأ بمحمد عبد المنعم. حصل سوء توفيق في تشتيته للكوره، حصل سوء توفيق في تشتيته للكوره وعمل غلطه وجات منها ضربه جزاء، بس الحمد لله ربنا ستر، ومصطفى شوبير الله اكبر عليه صدها وشالها. طيب الهدف اللي دخل هو برضو في سوء توفيق مش طبيعي، ان ايران استغلت اللحظه اللي محمد عبد المنعم خرج فيها علشان يتعالج او عشان خلاص هيتبدل عشان مش قادر يكمل، وانت بتلعب 10 لعيبه، والهدف جه من المكان اللي كان المفروض يبقى فيه المدافع اللي هو محمد عبد المنعم او اللي بديل محمد عبد المنعم. طب هنا الغلطه في ايه؟ هنا الغلطه ان دايما طول حياتنا بنشوفها ان حاجه من الاثنين بتحصل لما انت في سيرد باك من الاثنين بيتصاب وبيطلع، على بقى ما البديل بتاعه ما بينزل او على ما هو ما بيتعالج وينزل. دايما بنشوفها حاجه من الاثنين بتحصل، يا اللعيب اللي في نص الملعب بيرجع يلعب كسيرد باك جنب السيرد باك الثاني، تمام، يا بنشوف الباك ليفت او الباك رايت على حسب، الباك بيقوم جاي داخل كمدافع تاني، والهاف اللي بيلعب الجناح اللي بيلعب قصاد الباك ده بيرجع هو باك تاني. وانا كنت شايف ان دي كانت الاقرب اللي المفروض كانت تحصل، وما كانتش اكيد هتحصل من جبهه فتوح. كنتش هترجع فتوح يلعب مساك، كنت هترجع محمد هاني يلعب مساك جنب رامي ربيعه، وترحل رامي ربيعه وجنبيه محمد هاني، وترجع ايه زيكو هو اللي يلعب باك رايت، وفتوح باك ليفت عادي لحد الدقيقتين 3 دولت لما تشوف بقى محمد عبد المنعم هيكمل ولا ياسر ابراهيم اللي هينزل. ما كانش زمانك استقبلت الهدف ده عادي جدا. بس تمام، بس تمام. أه السكند بول كده كده اتكلمنا عليها، واول ما مروان عطيه ما نزل يعني قفل لك الحته دي ضبه ومفتاح. طيب ليه مرموش نزل بدل امام عاشور؟ علشان زي ما قلت لك هو اكتر لعيب حاليا فاهم صلاح في المنتخب كله هو زيكو. في ماتش بلجيكا، في ماتش نيوزيلندا، حتى في الماتش ده
حتى في الماتش ده الاوفر بتاع رامي ربيعه اللي اتلعب على زيكو وتريحه زيكو بصدره لصلاح، واول ما صلاح ما بيستلم الكرة بوشه هو بيدور على فين زيكو. التفاهم ده انا كنت متوقع قبل البطوله ان هو هيكون ما بين مرموش وصلاح، يعني انا كنت متوقع ان انا اشوف الكيمياء دي ما بين مرموش وصلاح، بس مرموش بعيد قوي عن ده، فزيكو هو اللي خلاص صلاح لقى كميته معاه. فليه امام عاشور اللي طلع مش زيكو؟ عشان السبب ده، وعشان زيكو دفاعيا احسن من امام عاشور. طيب اصابه صلاح بالنسبه لي هي يعني يا رب تطلع خفيفه، لان اصابه صلاح دي بالنسبه لي كارثيه. اصابه صلاح دي بالنسبه لي هي حاجه كارثيه. كارثيه ليه؟ لان انت هتخش ماتش الدور ال 32 اللي هو مش يعني ماتش مش بعيد، ماتش يوم الخميس، هو يوم 2/7 تقريبا، 2/7 ده الخميس. فان انت تخش الماتش ده من غير صلاح لا قدر الله، دي بالنسبه لي كارثه يا جماعه. صلاح، بصوا صلاح انا بشوف ان دي اعلى فورمه لمحمد صلاح في تاريخه مع منتخب مصر، والغريب بالنسبه لي ان هي جايه في اقل وقت لمحمد صلاح فيه في كاريره وفي تاريخه من يوم ما احترف في اوروبا. يعني دي جايه مع دي. طب انا عمري ما شفت صلاح كده مع منتخب مصر في عز ما كان بيبقى هداف البريمير ليج، اكتر لعيب عامل اسيستات في البريمير ليج، من هدافين دوري الابطال، جايب الدوري بدراعه للليفر. لما كان صلاح بيعمل كل ده مع الليفر انا ما كنتش بشوف صلاح مع المنتخب كده. طب الوقت اللي صلاح مستواه حصل فيه دروب مع ليفربول، انا شايف ان النهارده صلاح هو دي احسن فورمه ليه في تاريخه مع المنتخب. فان انت تخسره، يعني عارف لو كان الاصابه بتاعت صلاح دي مثلا حصلت في افريقيا اللي فاتت، 90% من المصريين كان هيقول لك دي رب ضاره نافعه، مصلحه. لكن ان هي تحصل دلوقتي بالفورمه اللي صلاح فيها دي، يا جماعه صلاح ما شاء الله ما شاء الله بالنسبه لي ولا غلطه من اول البطوله. فيا رب يا رب يا رب تطلع خفيفه، تطلع بسيطه. ماتش استراليا انت محتاج صلاح اكتر من اي لعيب تاني. اي لعيب تاني في الملعب انت تقدر تعوضه، لكن الماتش ده بالذات صلاح لا غنى عنه. فيا رب تطلع بسيطه، ويا رب تتلحق، ويا رب هو خارج على رجله عادي الحمد لله كل حاجه، بس خلفيه فربنا يستر. طيب عشان مش عايز اطول، انت ممكن يعني يكون في منتخبات عربية وافريقية اعلى مننا فنيا بكتير على مستوى جودة اللعيبة. المغرب لعيبتها فنيا اعلى، كوت ديفوار اعلى، السنغال اعلى، الجزائر اعلى، في مين تاني، غانا اعلى. كل دي منتخبات عربية وافريقية هي اعلى فنيا منك على مستوى جودة اللعيبة وعلى مستوى تأسيسهم وعلى مستوى حاجات كتير جدا. بس اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله في حياتي عمري ما هشوف ارجل من اللاعب المصري. هتقولي ما هي الرجولة دي مش كل حاجة، الرجولة دي مش كل حاجة، لا الكرة، لا، في مصر الرجولة كل حاجة. الرجولة دي اللي مخلية مدافع زي ياسر إبراهيم هو آخر 5 سنين أهم مدافع في مصر على مستوى المنتخب وعلى مستوى النادي الأهلي، رغم إن أنت لو عملت فلاش باك هتلاقي فيه مدافعين كتير كانوا أعلى منه بمراحل، بس رجولته هي اللي مخلياه كده. لو عملت محمد هاني، رجولته هي اللي مخلياه التاريخ كده هيكتب عن محمد هاني ده ان هو في البطولات الدوليه مع الاهلي ومع المنتخب كان عامل ازاي. فتوح رجولته هتكتب عنها كمان 20 سنه او كان 10 سنين ان انت كان عندك باك ليفت اسمه فتوح، كان مهاري وكان فنيا عالي قوي، بس هو كان رجولته مغطيه على مهارته. في نادي الزمالك وفي منتخب مصر هتكتب عن مروان عطيه. بص انا لو قعدت اتكلمت، شوبير، مروان عطيه، مهند لاشين، فتوح، هاني، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم،
لو النهارده جيت قلت لك طلع لي نجم للمنتخب، قسما بالله ما هتعرف. هتقول شوبير، لا. صلاح، لا. زيكو يا عم ده جاي من تحت خالص وجايبها من الصفر، وجايب بص عامل ايه معانا وبتاع. لا ده مروان عطيه بص مش طبيعي، لا والله. طب ومهند لاشين، ده مهند لاشين بعد ماتش البرازيل الناس قالت ده هيحصل في مستوى دروب، لكن الراجل 10/10. مهند لاشين خد انذار النهارده، مش هيلعب للاسف ماتش استراليا، ودي بالنسبه لي كارثه لا تقل عن كارثه صلاح. فهتقول مهند لاشين، لا ده مهند لاشين عمل ماتش جامد قوي، لا ده امام عاشور بقى، ده امام عاشور اللي جاب لك ماتش بلجيكا. لا بس ده بقى، طب يا عم ده صلاح ده احسن فورمه في تاريخ صلاح. هتقعد تدور، هتقعد تجيبها يمين وشمال، انت مش هتعرف تطلع مين هو احسن لعيب في المنتخب في البطوله دي. ليه؟ عشان اللعيبه كلها بلا استثناء رجاله. مفيش لاعب واحد انت ممكن تتكلم عنه تحس ان هو اثر او استخسر نقطه عرق في الماتش او في المنتخب. هتتكلم معايا على مرموش، هقول لك انت مشكلتنا كلنا مع مرموش فنيه، مش في الرجوله خالص. مرموش بيجري وبيضغط وبيحارب وبيفايت على كل كوره وبيلتحم، ومش بيخاف على نفسه، بالعكس بيلتحم ومش همه اي حاجه. انت مشكلتك معاه فنيه. انا بتكلم دلوقتي في حته تانية خالص، في الرجوله اللي مخلياك. وانت لو جينا نصنف منتخب مصر من ضمن الافارقه اللي خلاص يعني وصلوا لدور ال 32 او هيوصلوا. هو خلاص غانا وصلت والسنغال وصلت ومصر وصلت والمغرب وصلت، فاضل الجزائر، والجزائر هتوصل، عندها ماتش في المتناول يعني. فانت النهارده لما تيجي تصنف منتخب مصر كلعيبه فنيا، اللعيب نفسه جوده اللعيبه ما بين الخمسه دول، مليار في المية هتحط مصر في الرقم الخامس. طب هل مصر لو لعبت اي منتخب من دول مش هتقدر تكسبه؟ لا، قادره ان هي تكسبه، قادره عادي جدا ان هي تكسبه. انت كسبت الكوت ديفوار بنفس الاسماء دي في افريقيا من 5 شهور بالظبط، من 5 شهور او من 6 شهور كسبتهم عادي جدا. السنغال عقدتك، اقسم بالله اقسم بالله انا كان نفسي بالروح اللي اللعيبه دي فيها وبالاداء اللي هم عاملينه البطوله دي تلاعب السنغال. واللي اتفرج على السنغال في الماتشين اللي فاتوا هيعرف ان هي اضعف بكتير قوي من اي وقت فات. ده انا لو يعني بجد كانت اكتر حاجه نفسي فيها ان انت تلاعب السنغال. الناس كلها كانت قاعده تنزل كوميكس وبتاع، لا انا كان نفسي نلعب السنغال. الجزائر لو لعبتها دلوقتي انت بالروح وباللعيبه دي اقسم بالله تكسبها عادي جدا. المغرب اقسم بالله تكسبها عادي جدا. هتقول عليا اهبل يا عم قول، بس انا شايف ان اللعيبه دي بالروح وبالرجوله اللي هم فيها دي. فتوح النهارده بيلعب تلت ساعه او 16 17 دقيقه وهو عنده الخلفيه وهو بيزك وبيتنطط وبيلعب على رجل واحده. فدي حاجه روح مش هتشوفها في اي مكان تاني، مش هتشوفها غير في اللعيب المصري. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، خلاص احنا يعني اتفق معايا ان فنيا وجوده اللعيب، لا هي كل المنتخبات الافريقيه اللي صعدت الجوده بتاعت اللعيبه عندها اعلى منك، اقتنع بدي. بس الروح والرجوله بتاعت منتخب مصر قسما بالله ما في زيها. النقطه الثانيه، التنظيم اللي حسام حسن عامله للمنتخب. احنا لينا شكل، انت بتلعبش الكره الدفاعيه القذره الوسخه اللي كنت بتلعبها مع كوبر، اللي وصلت بيها لكاس العالم واللي وصلت بيها لنهائي افريقيا وخسرته. ماشي يا عم على راسي، بس كنت بتلعب كرة وسخة مع كيروش، كنت بتلعب كرة وسخة. انت مع حسام حسن بتلعب كرة نظيفة، كرة ممتعة للعين. انا بشوف ان المنتخب المصري هو من ضمن اكتر منتخبات عربية وافريقية في كاس العالم ممتعة للعين، وبتلعب كرة نظيفة، بتلعب كوره على الاستحواذ، بتلعب بجميع جميع انواع واشكال الكوره. منتخب مصر بيلعبها تحولات، استحواذ، ضغط عالي، ضغط، رجوع لورا، تستقبل لعب، كل حاجه انت عايز تعملها بتعرف تعملها. فده شغل مدرب، ده شغل لعيبه متدربه على حاجه، لعيبه متدربه امتى استحوذ وامتى اسيب الكوره وامتى العب على التحولات وامتى استحوذ وامتى افضل اباصي كتير لحد ما اتعب الفرقه. انت النهارده في ماتش ايران ده انت عملت جميع اشكال الكوره اللي ممكن تتعمل جوه الملعب. استحوذت،
وضغطت ورجعت استقبلت لعب ولعبت على التحولات، عملت كل انواع اللعب اللي ممكن يتعمل. فانت لا، انت في عندك فكره، انت كده كده عندك فكره، وكده كده عندك شكل، وكده كده عندك روح، وعندك رجوله، وعندك كل حاجه، وعندك مدير فني بره واقف على اعلى 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 مستوى. اقسم بالله ما في مدرب اجنبي هيعرف يعمل بمنتخب مصر اللي حسام حسن بيعمله. مستحيل. لو جبت لي مين، لو جبت لي ديديه تشامب، اقسم بالله ما يعرف يعمل باللعيبه دي اللي حسام حسن عامله. فبس كده، دي كانت كل حاجه. مش عايز اطول بس هي شكلها طولت. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نطلع في حلقه بعد ما نكسب استراليا، ونبقى بنحتفل كده ان شاء الله بان احنا نلاعب الكونغو الديمقراطيه وديورتي. مش عايز اتكلم يعني مش عايز احط في دماغي بقى الارجنتين وبتاع، فاهم يعني. هسيبها لوقتها. مين عارف، ممكن مفاجاه تحصل. وارد يا عم، يا عم وارد، وارد. كاب فيردي وارد، ممكن تحصل. تاخد كلح قوي والله، فممكن تحصل. بس كده كده هتلاعب الارجنتين يعني لا مفر. بس خليها بوقتها ان شاء الله. نعدي من استراليا، نكسب استراليا، وبس كده. اشوفكم ان شاء الله بعد ماتش استراليا. كان معكم احمد خالد، سلام.